السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة صحيت مش عارفة اعمل اكل ايه. اكل كل يوم وحيرة كل يوم يا جماعة، هناكله ايه؟ اي حاجة اي حاجة. فاي حاجة دي احنا مش بنبقى عارفين هناكله ايه اصلا. قلت بس جت في فكرة كده في دماغي، علشان طبعا بظبط الميزانية. حطيت ايه، غسلت بطاطس وقلت احطها على النار ايه تتسلق. طب هعمل ايه جنب البطاطس دي؟ قلت ايه، اجيب شوية بقى زيت كده، وهنزل فيهم بالبصل ده اللي انا مجففاه. انتوا عارفين البصل ده اللي هو كان هيبوظ مني بسبب ان باظ منه كتير قوي في الصيف عشان الحراره كانت حر جدا. فانا عملته في الكبه وحطه في الفريزر. بصوا نزلت بيه في الزيت وهيبقى زي الفل. بصوا اهو بعد ما حطيت بصلايه كده، ده مقدار بصلايه. تمام. هنزل عليه بطماطمتين كده متخرطين صغير، وهبتدي ده بقى ايه، ادبلهم كده مع بعض. عايزه اقول لكم الاكله دي موفره واقتصاديه، واحنا هنقتصد منها برضو. تمام. حطيتهم بقى وقلت ايه، اسيبهم كده يتبالوا مع بعض وقلبتهم. هنزل عليهم بشويه ملح وشويه فلفل صغيرين مش كتير، عشان طبعا انت عارفه ان انت لسه هتحطي ملح وفلفل تاني. فايه ما تحطيش كتير، حاولي ظبطي ايدك في ملحك والفلفل. نزلت عليهم وقلبت. تمام. بس وههديهم واسيبهم على النار، واسيبها على النار لغايه ايه لما يدبل معايا، والصوص ده يتشرب سنه. انا مش عايزه فيها صوص. تمام. تمام. عايزه اقول لكم الاكله دي جميله وحرشه وموفره واقتصاديه وهتعجبكم جدا جدا. كده ايه، سبتها على النار. بصوا لغايه لما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا البطاطس كانت معايا على النار. قلت هعمل سلطه بطاطس واشوف بقى اعمل جنبها ايه. تمام. تمام. خليكم معايا خطوه بخطوه عشان الحيره اللي احنا بنحتارها كل يوم. بعد كده جبت الخلاط بتاعي وقلت انزل بيه ب3 بيضات. انا هعمل ايه يا جماعه؟ هعمل النهارده عجه. العجه دي البيض ده على حسب ما انت يعني عايزه تعملي. عايزه تحطي بيض كتير حطي، مش عايزه يبقى نقتصدي شويه لان البيض بقى غالي. يبقى خليهم 3 بيضات بس. تمام. والنتيجه واحده وهتبقى تحفه جدا. 3 بيضات دول نزلت عليهم ب4 معالق من الدقيق. تمام. يبقى ال3 بيضات، انا جبت خلاط حطيت فيه 3 بيضات، عليهم 4 معالق من الدقيق، عليهم شويه فلفل وشويه ملح. عشان قلت لكم عشان كده ما تحطوش ملح وفلفل كتير، عشان انتوا هتحطوا ملح وفلفل تاني. ده كل ده ايه في الخلاط. تمام. تمام. طبعا انا كنت خلاص طفيت على الطماطم والبصل بتوعي. نزلت كمان عليهم على الدقيق والبيض ده بمعلقه تومه حلوه كده، زي ما احنا شايفين. انا ماشيه معاك واحده واحده عشان تبقوا عارفين خطواتها. ومعلقه بيكنج باودر كانك بتعملي كيكه. البيكنج باودر هيديها هيبقى هاش وجميل. وربع كوبايه ميه عشان الخلاط يلف معاكي. يبقى نزلت ب3 بيضات، ملح وفلفل، 4 معالق دقيق، و... ونزلت بمعلقه بيكنج باودر. عايزه اقول لكم وصفه حلوه وجميله، واكله سريعه وسهله واقتصاديه. احنا لو عايزه، في ناس بتعمل ب5 بيضات، انت حره. طبعا انا هنا كان برد معايا البصل والطماطم، انا مش هعمل فيهم اي حاجه الا لما يبردوا. وبعدين اول بعد ما بردوا هنزل عليهم بايه، هنزل عليهم بالخضره بتاعتي. الخضره اللي هي ايه، بقدونس بس، جايباه ومقطعاه صغير. تمام. يبقى بعد ما حطيتهم وبردوا هنزل عليهم بالخضره. تمام. طبعا انا كنت ضربت الخليط بتاعي في الخلاط زي ما انتوا عارفين. خليكي ماشيه معايا خطوه بخطوه. احنا طبعا بنحتار كل يوم في الاكل، فطبعا بنقعد نفكر ونعذر دماغنا عشان نظبط الميزانية ونشوف نقدر نعمل ايه. نمشي بيه ميزانيتنا. تمام. نزلت على الخليط اهو، بعد بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط على الخضره وبالبصل والطماطم. تمام. الخضره اللي هي بقدونس بس، ما بتحطيش اكتر من كده وما تكتريش خضره. تمام. وبعدين بتقلبيهم كده مع بعض. بصوا هو القوام ده اللي انا عايزاه. انا حطيت شويه الميه بس عشان خاطر انا عايزه يعني الخلاط يلف، لان انت ما حطيتش ميه الخلاط مش هيلف معاكي. بصوا القوام بتاعه، هو ده القوام اللي انا عايزاه. لا تقيل ولا خفيف، وهيبقى زي الفل معاكي وهتطلع معاكي تحفه وريحتها جميله. جبت بقى الصينيه بتاعتك، عندك بايركس ماشي، عندك صينيه المونيا ماشي، تيفال ماشي، بس ايا كان الصينيه تنزلي فيها بشويه زيت. اوعي الخطوه دي ما تعملهاش عشان العجه دي ما تلزقش منك في الصينيه. تمام. بطنتها بالزيت كأنك بتعملي كيكه. هنزل كمان هروح مبطناها بالدقيق. لازم الخطوه دي، اعتبري نفسك بتعملي كيكه. حاجتين بتعتبري نفسك بتعملي كيكه، البيكنج باودر وانك تبطني الصينيه بالدقيق والزيت. تمام. بطنتها زي ما انتم شايفين من الجوانب ومن كل حته.
هنزل بقى بالخليط بتاعي كله على في الصينيه. طبعا انا كنت مولعه الفرن، تمام. وكده الوصفه بتاعتي بصوا ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي حاجه، وموفره. عملتها بثلاث بيضات بس، ثلاث بيضات هتعملي بيهم صينيه حلوه قوي لاولادك وهيبقوا حلوين. تعملي جنبها بقى، عايز تعملي جنبها مسقعه اعملي، عايز تعملي جنبها بطاطس مقليه اعملي، عايز تعملي جنبها بطاطس سلطه اعملي. بس انا عشان مش بحب زي ما قلت لكم اكتر من المقليات، عملت جنبها بطاطس سلطه. بصوا شكل الصينيه ما طلعت، وعملت جنبها بطاطس سلطه وحطيت جرجير. وعايزه اقول لكم كانت اكله زي العسل. عايزه اقول لكم بجد كانت تحفه وريحتها جميله جدا، ويعني جميله جميله وموفره واقتصاديه. ما تكتريش البيض، ما تقوليش لا، حاولي تقتصدي في كل حاجه، في البصل، في البيض، في الحاجات الغاليه دي يا جماعه. امال احنا هنوفر ازاي؟ مش هنوفر، هنكمل شهرنا ازاي عشان ما نجيش اخر الشهر يخسع معانا ومبقاش لاقيين نكمل الشهر. تمام. النهارده اهو عملت لكم ايه، عملت عجه. وقبل كده انا كنت عامله معاكم البطاطس السلطه وحطيت جنبها جرجير، عندك مخلل حطي، عايز تقلي فلفل حطي. تمام. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، واكون دايما يا رب عند حسن ظنكم، واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومه صغيره. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.